بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نوضح أحسن طريقة لعمل بخاخ الروزماري، أو أحسن طريقة باستعمال إكليل الجبل أو الروزماري لعلاج مشاكل الشعر. ناخذ في كاسرونة أو في إناء، ناخذ إكليل الجبل، هذا هو. هنا عندي أخضر وهنا عندي يابس مجفف، حبات من القرنفل أو الطيب أو المسمار، كل واحد كيفاش يسميه. نوضعوهم في إناء ونحطوه، نوضعو عليه كاسين من الماء ونوضعوه على نار هادئة ونخلوه يطبخ ونغطوه حتى أن الزيوت الطيارة اللي فيه، الزيوت العطرية، ما تتبخرش. من ثم بعد نعاودو نصفوه ونوضعوه في زجاجة مثل هذه، أي زجاجة تكون عندك فارغة تحطيه فيها كيما هادي، ومن بعد تستعمليه مرتين في الأسبوع على الشعر، والنتيجة روعة روعة روعة، نتيجة هائلة وملاحظة من أول مرة. يمنع تساقط الشعر، يعالج الجفاف، يمنع التقصف، يعالج فروة الرأس، ينشط الدورة الدموية في جلدة الرأس، له فوائد كثيرة. كذلك معروفة فوائد القرنفل، هذا هو القرنفل، له فوائد عديدة كذلك. لكن في هذا المحلول ما نكثرش القرنفل، يكفي نستعمله يعني 5 هكذا حبات أو 6 حبات، ما نكثروش لأنه قوي جدا يعني. ولا هنا نشوفوا اللون نتاعو هو بني، وهذا نتيجة لاستعمال القرنفل. وإكليل الجبل يعطي لون يعني مثل الشاي، أما القرنفل يعطي لون أسود. كذلك الناس اللي تعاني من الشيب المبكر بالاستعمال بالمداومة رايح يعالج لها هذا المشكل بشوي بشوي، يعني النتيجة مش تكونش فورية، لكن رايح يغطي الشيب بالتدريج. النتيجة ما تكونش فورية لكنه رايح يعالجه إن شاء الله. كانت هذه وصفة اليوم، وهي الطريقة الصحيحة لاستعمال إكليل الجبل. إكليل الجبل بمفرده يعطي نتيجة لأنه فيه المينوكسيديل الطبيعي، لكنه إذا زدنا عليه القرنفل راح تكون النتيجة روعة. وبالشفاء إن شاء الله، وتكون وصفة مفيدة. هذه هي الوصفة اليوم، وشكرا.